السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا كده تعشوا معنا الأكل الحلو ده، هو بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده كرشة، محدش يقول يا ده نعمة ربنا الناس مش لاقياها. كرشة وفشة ومفحيتة كنسة وفصة. و... وفطير أبيض أمي عاملاها هو في الفرن، في الفرن البلدي اللي أخويا عايز يديها لها. عايز يكسر الفرن اخويا، امي زعلانه على الفرن. بص الفطير البلدي الحلو ده امي عاملاه هي واخت ام ساجد وام عدي وشيماء، يعني بتقضي حاجات تانية عشان ما حدش يزعل، كله بيشتغل في البيت. والصلصه امي عاملاها هي صلصه. احكي يا امي، سلم عليهم. علي صوتك يا امي عشان يسمعوك. السلام عليكم يا جماعة، كويسين؟ كل سنة وانتم طيبين. أول حال ازيكم ازاي أولادكم؟ يا رب يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله يا رب، وهنيكم ويديكم الصحة وراحة البال يا رب إن شاء الله. والله أنا أما أعمل الحاجات دي في الفرن البلدي، أبو عدي أقول لي والله لا هد الفرن، قلت له أقسم بالله ما تهد الفرن في البيت ما أنا قاعدة. إن أنا بصراحة ربنا مش هم أحب غير طبيخها وعيشها وحديثها، مش هم أعرف الفرن الحديث خالص فيه. الفطير ده امي عاملاه في الفرن. أنا عاملاه في الفرن البلدي دي بس، فربنا يسترها ان شاء الله وربنا يصلح الحال ان شاء الله يا رب. بصوا دي مفحيته اللي الناس بتبيعها في المحلات، سودا سودا سودا. بصوا امي منضفاها ورقه ورقه ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا النظافه، نضفاهم زي العسل. بصوا النظافه. ده كان فرح حكي لهم يما. كان فرح ابن اختي وذبحه ذبيحه كبيره، ذبحه عجل كبير وكده بالمعازيم بتاعتها وكده. هو كنا في الفرح من كام هي يوم. مش ما تاكل الحاجات دي، هي راحت فرقت للحبايب، فرقت للحبايب الحاجه دي. هي حكايه الراس والفشت والراس والرجلان والكلام ده من ده كله، فرقت للناس كلهم. يعني الناس تتعشوا بالعجل وكده، بالعيد وجابوا طباخ وطبخوا زودنا الطباخ. عشان عندها عريس يتجوز عقبال ولادكم. والفشه والكرشه والمفحته والحاجات دي كلها امي خدتها يعني عشان تعملها. حطت الناس كلها طبعا غير ايوه، وزعت لخلانه وجيرانها وسليفه وادت امي برضه لحمه وكده يعني. بس وراحت امي قالت لي تعالي يا ام محمود عاملين الاكل، تعالي اعزمك على الاكل النهارده، بس العشاء يعني. فاحنا قاعدين على السطوح اهو، وريهم السطوح منا. اوعى يا محمود، وريهم السطح. قاعدين على السطح دينا كلنا، وشيماء بتعمل بطاطس هي بين ايدين شيماء بقى. شيماء بتعمل بطاطس هي. ويا ربي استنى اقول لكم. اخويا عايز يهد الفرن لامي، بيقول لها بتجيب الشياطين ولا بسم الله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الجنون بتسكن في الرماد وفي الفرن. ما حصلش. فانتوا احكموا بين اخويا وبين امي. ما حصلش. انا مش هكدب حد فيهم، بس انتوا اسيبكم التعليقات. من يومني من وانا طفله صغيره كله بيخبز في الفرن البلدي، والفلاحين وكده كلنا بناخده في الفرن البلدي ونخبز فيها ونعمل الفطير فيه ونعمل الخبيز بتاع العيد فيها برضه، كل حاجه فيه بنعمله فيها ما يطلع زي العسل حديثي، واما تلم احسن من الفرن الحديد بكثير. احنا صح متربيين عليها طول عمرنا يعني. فالعيش البلدي انا مش هماكله غير من الفرن البلدي، مش هماكل من العيش. هو بيقول متعبه، وبيقول لما ننظف البيت يعني عايزين نعملوا زي تكعيبه عنب وكده في الصاله دي، وعشان عيال المسجد يقعدوا يلعبوا هنا ما ينزلوش تحت وكده، نعمل لهم مرجحه والكلام ده ونختصروا هنا. فهو عايز يهد الفرن، بيقول عشان الزباله بتيجي تاني من الفرن. فانتوا احكموا بين امه وبين اخويا، هو عايز يهد الفرن ومش عايزه تهد الفرن، فشوفوا لكم حل في التعليقات. شكلي عليفه بين الصابونه والليفه. لو تهدت الفرن امي مش هتقعد في البيت. بس احنا عندنا فرن انبوبه يعني، بس امي الفطير ده بتعمله في الفرن البلدي. ثواني يا اياد، بصوا الفطير الخفيف الحلو ده امي عاملاه في الفرن البلدي، فتعرفش تعمل في الفرن الانبوبه. نعمل عصفور بس فالواحد محتار دلوقتي، راضي مين ويسكت مين.
سلم عليهم يا ام ساجد. استنى تظبط المروحه وتسلم عليكم. وانت يا شوشو تسلم عليها. سلم عليهم يا شوشو. المروحه عامله لنا دوشه. الفرن بتاعت امها اللي هم عارفينها هم الفرن. البتاع كل حاجه معملها. بصوا الكرشه منضفاها ازاي. بصوا في المحلات بتتباع استغفر الله العظيم يا رب في السندوتشات عكف عكف عكف. لما اقول انك تاكلوا منها حتى راح اديت لي مقدار ده الناس الرتب العاليه الرتب الكبيره اما تطلبوا في المطابخ. في ناس بتحبها يا امه وفي ناس ما في بتحبهاش. ناس تحبها هي وفي المطابخ اما يطلع مش زي كده. ايوه في ناس انا تحبها. غسلاها ومنضفاها وسلكتها وكبيت المويه بتاعتها. انا عندي منها ما تاكلهاش. تقليت التقليه وحطيتها فيه. امم وبعد كده بعد ما طيبتها وخلصت رحت بعد ما عملت الفطير وخلصت رحت حاطه لهم البهارات وفي الفرن رحت لزقهم. ودول عملتوهم ازاي؟ ودول تقلينا عملنا الدمعه تقليت التقليه وعملت بالبصله يعني. البصله وشويه ثوم. ثواني اجيب لك تليفون. سلم عليهم يا ام ساجد. السلام عليكم يا حبايبي عاملين ايه كويسين؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ان شاء الله رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بابا انا بابا تليفوني بيدور عليه. هو ده. طب روح اقعد معاهم يلا. كمل الكلام. وحشتوني والله العظيم. ايه اخباركم؟ كويسين انتم؟ اولادكم عاملين ايه يا جماعه؟ كلكم ان شاء الله بخير باذن الله. وايه اخبار صحتكم؟ بشكركم الف شكر على الكلام الحلو اللي دعمتوني. بيسألوا عليك. بشكركم عليهم العافيه ان شاء الله والصحه. كلهم بيقولوا الشقة لأمك ولا لأخوك. بنقولوا من الشقة لأخويا يا جماعة الجواز فيها. وإن شاء الله يكرمنا ربنا ونعملوا مكان لقمة يا جماعة عشان السؤال ده اتكرر. عشان الصبة واقفة في الأيام دي الصبة واقفة. لا عايزة رخص وكده وقصة. ما هي رخص بس شغالة بالرخص. بس مكلفة يعني. مش قوي. فاحنا عملنا لاخويا تحت يا جماعه عشان يتجوز تحت عشان السؤال ده اتكرر كتير. مش معقول يعني هنجوز اخويا نرموه في الشارع نرموا امي في الشارع. فمش معقول. فهو ده بيتهم مع بعضيهم كلهم عايشين فيه تحت سقف واحد مع بعضيهم وكلهم في البيت مع بعض. والبيت بسم الله ما شاء الله نظافه للكل وتوضب وتعدل لكل اللي ساكن فيه. ما حدش يعني ما بدوش حد على حد. بس فكل يسالني امك هتسكن فين؟ ان شاء الله قلت لكم السؤال اتكرر كتير يا جماعه. الصبر الصبر. ان شاء الله باذن الله نعمل لها غرفه هنا حلوه باذن الله تعالى هي وام ساجد. وحيقعدوا هنا احلى غرفه باذن الله تبقى احلى من شقه اخويا باذن الله. فانا عايزاكم تدوا الصبر عليا شويه عشان السؤال ده بيتكرر كتير. انا ما فيش حاجه بايدي. انا كل اللي بقدر عليه بقدمه. بس كل حاجه بتيجي بالصبر. مع الصبر كل حاجه هتيجي. بس ان شاء الله نعملوا احلى مكان باذن الله على السطح هنا هو. وهتبقى عيشه ادميه وزي الفل. والبيت تحت وفوق بتاعهم يطلعوا ينزلوا بتاعهم. والله العظيم يعني البيت كله واحد. حتى شقة مرات اخويا مش مفتوحة 24 ساعة يما. مش كله بيخش ويطلع فيها. حد بيمنع حد من حاجة. كله والله العظيم بيخش ويطلع في شقة مرات اخويا. الله يبارك لها هي واخويا. قعدتنا كلها حاليا فيها. ما نعتناش الست ما حدش يخش بتاع البيت واحد. وهم مع بعضهم في اسرة واحدة. بس فان شاء الله باذن الله نعمل احلى مكان لهم ان شاء الله باذن الله يا جماعة. ادعوا لنا. ربنا يكرمنا ان شاء الله. عشمانين في ربنا ان شاء الله. ماما ربنا ان انا بص ان المكان ان شاء الله بمشيئه الله يعني ان شاء الله كده كله يتعمل ان شاء الله يا رب. ان بص تبقى مكان اوضه مثلا كده معموله وزي ما انتم عارفين العيال بيلعبوا في الشمس هنا فبيتعبوا يعني. فباذن الله ان شاء الله ان شاء الله في كرم ربنا ان المكان كله يتعمل حتى يعني لو تعملوا البنا كده من غير اي تشطيب تنعش الرياء الجو ما يبقاش سخن على التليفون الشمس والكلام ده. بس هو فيديو خفيف ظريف عليكم وطمناكم على الاسره جميعا. وشيماء فين؟ شيماء تتكلم. شيماء نزلت قشرت البطاطس ونزلت في المعديه تحت. بس ويا رب يكون الفيديو خفيف. والنهارده ما اشتغلناش حاجه. الصناعيه ما جوش فبكره باذن الله حيشتغلوا ان شاء الله.
وباذن الله نوفيكم بكل ما هو جديد في البيت باذن الله تعالى. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويكمل فرحتهم على خير ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش الدعوات لاختكم مؤمنه رايحه جايه في الشمس عشان تراضي امها، عشان ربنا يرضى عليها. ربنا يرضيكم كلكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يرضيكم ويغنيكم ان شاء الله، يكفيكم شر المرض ويخليكم اولادكم جميعا انتم وهم وخال.